السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا دايما في احسن صحة وفي افضل حال. المدارس بدأت والترم التاني بدأ. كلنا في حيرة، كل يوم الصبح هتعملي سندوتش ايه يا ماما؟ انا هاخد معايا المدرسة ايه يا ماما؟ اسعار الفينو طبعا زادت ويعني بقت غالية جدا، غير ان احنا طبعا محتاجين نشتري كمان غموس. والظل الظروف اللي احنا فيها ديت الكل محتاج فعلا يوفر. وغير كده كمان محتاجين نعمل حاجة صحية لولادنا من البيت. لو عايز تفطري حاجة خفيفة كمان جنب الشاي، بصراحة هي حلوة جدا. اولا انا بعتذر عن صوتي النهاردة معاكم في الفيديو، لاني مصابة بنزلة برد شديد، لكن اتأخرت في ان انا انزل فيديو فاضطريت ان انا اسجل بصوتي كده النهاردة، فاستحملوني شوية. الفطاير النهاردة ان شاء الله هتلاقوها سهلة وسريعة وفكرتها حلوة جدا. بكيلو دقيق واحد بس هتطلعي 100 فطيرة بحشوات مختلفة حسب امكانياتك، وتطلع معاكي حلوة وزي الفل ان شاء الله، وهتخلصك من حيرة كل يوم هعمل سندوتش ايه النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلت كده ب3 كوبايات ونص كده من الحليب. ولو عندك لبن رايب، ده كان رايب اصلا كمان وانا ضرباه في الكبة ففك معايا. سواء بقى حليب سواء لبن رايب، الاتنين هيمشوا معاكي كويسين جدا. الاتنين هيمشوا معاكي كويس جدا. ضفت عليه باكو من الخميرة وباكو من الفانيليا، 3 معالق من السكر، وضربتهم كويس في الخلاط بالشكل ده كده. شايفين قوامهم؟ تجانس تماما معايا وبقى كويس. هنزل عليهم بس كده بمعلقة من الخل، وانتوا طبعا عارفين ان الخل في المخبوزات بيخليها حلوة جدا، وبيشتغل فيها كأنه محسن طبيعي بالظبط. هنزل عليهم بس بربع كوباية من الزيت. يا ريت يعني يكون نوعية زيت نظيفة علشان تديكي طعم حلو. سبت نقطة بس كده في الكوباية، وقلبت الزيت كده في الخليط، وجبت عندي كيلو من الدقيق عليه رشة من الملح. ما حطيتش ملح مع الخميرة يا جماعة، انا ضربت مع الخميرة بس السكر والفانيليا مع الحليب ضربتهم، والملح حطيته مع الدقيق. هبدأ بقى كده اخد شوية بشوية من الخلاط وعجن العجينة بتاعتي. ب3 كوبايات ونص من الحليب، او لو كمان عايزة تستخدمي مية ممكن تستخدمي المية، بس يا ريت تضيفي معاها كيس من النيدو او اللبن البودرة، لو مش متوفر ما عندك لبن رايب او مش متوفر عندك حليب. هتبدأي تعجني، هتبدأي تضيفي شوية بشوية لحد لما تخلصي كل السوائل اللي عندك وتحصلي على عجينة طرية وناعمة بالشكل ده. واخر نقطتين زيت انا كنت سايباهم بس في الكوباية، استخدمتهم ان انا الم بيهم العجينة وانضف الطبق. وما بدام ايدك نضفت والطبق اللي انت بتعجني بيه نضف معاكي وظهر ولمع بالشكل ده، يبقى انت كده ماشية تمام والعجينة بتاعتك بقت كويسة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. كده نشاهد على العجينة كده وخلاص، كده العجينة ما شاء الله بقت معايا زي الفل. خلاص هنقفلها بقى تمام مع بعض، وإيدينا نضفت اهي والطبق نضف وبقى كله تمام. يعني خدت معايا حوالي 10 دقايق ربع ساعة كده عجن. معلش يعني العجن في الشتاء حلو يعني بيدفي. اعجنوا كويس العجينة وقفلوها كده بسم الله الرحمن الرحيم، وقفلوها كويس، اختموها عشان تخمر معاكي حلو. خلاص قفلتها تمام طرية في ايديا وحلوة وزي الفل. هبدأ بقى اغطيها كده بكيس نظيف واحط عليها فوطة واسيبها في مكان نظيف نص ساعة بس تريح. يعني حطيت عليها هنا كده ستريتش او كيس نظيف، اي حاجة عندك نظيفة حطيها بس على وش العجينة وفوطة وسيبيها في مكان دافي. نص ساعة وبدأت بقى قطعت العجينة بتاعتي بالشكل ده. اعمليها قد الليمونة كده، يعني قطع قد الليمونة كده، ما تزوديش لان هي بتزيد في الفرن ولسه هنخمر تاني فهتبقى حلوة معاكي. في الحشو بقى استخدمي اي نوع حشو متوفر عندك، يعني ممكن جبنة بيضة، اي نوع جبنة بيضة عندك، جبنة رومي، او حتى البشر بتاع الجبنة الرومي بيبقى رخيص، جيبي بشر جبنة رومي. شوكولاتة، سكر وقرفة، شوية سكر. بصي ما تحشيش خالص، اعملي نفس الحركة كده وروليها ولفيها بس طبعا عشان يبقى فيها الغموس بتاعها، اللي ياكل الفطيرة ما يعني ما يحتاجش ان هو يغمس جنبها حاجة. اي حاجة انا بقولك، لو ان شاء الله يا رب شوية سكر، واحط عليهم معلقة قرفة واحشي بيهم تمر، عجوة، جبنة، لانشون، اي حاجة. شايفين شكلهم؟ رصيتهم كده في الصواني وسبتهم يتخمروا معايا كمان. بعد التجهيز سبتهم حوالي نص ساعة في مكان دافي او ساعة لو الدنيا باردة قوي.
بحيث ان تحس ان حجمها اتضاعف كده ونفشت وشكلها بقى حلو. جيبي بس صفار بيضة معلش يعني، ولو البيض غالي بلاش صفار بيضة، شوية حليب او شوية مية وزيت. يعني يا صفار بيضة وعليها معلقة خل او ورقة فانيليا، يا هتجيبي معلقة مية كده بشوية سكر، معاهم شايلة سكر وشوية زيت صغننين خالص. اي حاجة بس تخلي الوش ياخد لون معايا لما يدخل الفرن. الفطاير النهاردة اقتصادية جدا. خلاص كده انا جهزتهم، رشي رشة سمسم، حبة بركة، اي حاجة عندك في البيت تدي شكل حلو بس للفطيرة. شكلها ما شاء الله حلو وحجمها ضاعف وعملت معايا كمية كبيرة جدا. بدخلها في فرن سخن على حرارة 180 190. ما بتاخدش اكتر من 10 دقايق، ما تطوليش عليها، 10 دقايق بالظبط واقل كمان لو فرنك سخن كويس. وخليكي متابعاها اول ما تاخد لون، هي خفيفة والعجينة زي ما انا قلت لكم ما تزودوش في العجين، هو بينفش وبيبقى حلو قوي. طلعوها وغطوها كده بفوطة نظيفة، يعني حطوهم جنب بعض في صينية واحدة وغطوهم. بعد ما يطلعوا على طول هتفضل معاكي طرية وحلوة وزي الفل. الكيلو ما شاء الله عامل كمية حلوة. طبعا انا مش هنقدر ناكل الكيلو مرة واحدة، وعايزة احتفظ بيه، تقدري تحتفظي بيها في الفريزر عادي جدا، وقبل الاكل مثلا بنص ساعة طلعيها بره شوية، هتفك معاكي وتبقى زي الفل. عندك مايكرويف دخليها ثواني وطلعيها هتطلع معاكي زي الفل. فرن دافي ودخليها هتطلع برضو زي الفل. بأي طريقة الفطاير بتاعتنا حلوة جدا، ريحتها حلوة، طعمها حلو ومغذية ومفيدة وكمان اقتصادية. أتمنى الفيديو يكون عجبكم وأتمنى منكم متنسوش الاشتراك في القناة وتدعموني باللايك، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.